هذه أبرز العناوين. اعتقال نجم نادي الزمالك المصري أحمد فتوح بعد تسببه في وفاة رجل شرطي دهسا في حادثة سير. وليد الركراكي يفاجئ الجمهور المغربي ويقرر استبعاد 5 لاعبين من صفوف المنتخب المغربي الأول واستبدالهم بالمنتخب الأولمبي. تلمساني مدرب البقالي خصص حياته لألعاب القوى وكان غير مسموح له بالأخطاء، واليوم يجني ثمرات أعمالها. نجم الوداد الرياضي السابق ونادي السوتشي الروسي يحيى عطية الله يكشف عن سبب توقيعه في صفوف نادي الأهلي المصري. قبل ما نبداو ما تنساش تشترك معنا في القناة وتفعل زر الجرس باش يوصلك دائما أخبار المغرب. ألقت الشرطة المصرية يوم الأحد القبض على أحمد فتوح لاعب الزمالك والمنتخب المصري بعد تسببه في وفاة أمين شرطة دهسا في حادثة سير. وحسب ما ذكرته صحيفة بطولة المصرية فإن فتوح كان رفقة محمد صبحي في فريقهما إلى مدينة العين لقضاء إجازة قصيرة بعد قرار الجهاز الفني للفريق بمنح اللاعبين الكبار راحة من المباريات المقبلة. وكان فتوح يقود السيارة وبجواره صبحي، إلا أنهما فقدا السيطرة على المركبة لسبب ما، مما أدى إلى اصطدامهما بشكل عنيف بأحد رجال الشرطة المكلفين بتأمين الطريق. أسفر الحادث عن وفاة رجل الشرطة على الفور، فيما تم نقل اللاعبين إلى القسم الشرطة للتحقيق في الواقعة والتحفظ على السيارة، في حين تم الإفراج على صبحي بسبب أن الملكية السيارة تعود لفتوح. وأثار هذا الأحداث موجة من الصدمة والاستياء في الشارع المصري، خاصة مع وفاة مواطن كان يؤدي واجبه في تأمين الطريق، ولا زالت التحقيقات مستمرة لمعرفة ملابسات الحادثة. آثار الأداء المميز الذي قدموه المنتخب المغربي الأولمبي خلال مشاركتهم في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 تأثيرا كبيرا على تشكيلة المنتخب الوطني المغربي الأولمبي لكرة القدم. فقد أتاح هذا التميز للنخبة الوطنية وليد الركراكي فرصة مثالية لتقييم قدرات اللاعبين الشبان في قرب واكتشاف مواهب جديدة قادرة على تعزيز صفوف أسود الأطلس. وبناء على الملاحظات التي توصل بها إلا أن الركراكي خلال البطولة الأولمبية، فمن المتوقع أن يشهد المنتخب المغربي تغييرات جذرية في الفترة المقبلة استعدادا للمشاركة في بطولة كأس إفريقيا المغرب 2025. أشارت المصادر المطلعة إلى أن بعض اللاعبين المخضرمين الذين كانوا يعتمد عليهم الركراكي في السابق قد يواجهون خطر الاستبعاد من القائمة النهائية للمنتخب. ومن بين الأسماء التي وردت في هذا السياق سفيان بوفال لاعب الوسط الموهوب الذي عانى من بعض الإصابات في الفترة الأخيرة، وسليم أملاح الذي تعرض لانتقادات بسبب أدائه الذي تراجع بشكل كبير مباشرة بعد مونديال قطر. يحيى عطية الله مدافع المنتخب والذي انتقل مؤخرا إلى نادي الأهلي وبسبب عدم لعبه الكثير من المباريات تراجع مستواها. أمين حريت لاعب خط وسط الذي يعاني من عدم الاستقرار في المستوى ورغم تألقه في الموسم الماضي، إلا أن الركراكي قرر استبعاده لصالح إبراهيم دياز. ورومان سايس قائد المنتخب الذي يعاني من الإصابات وكبر السن وتراجع المستوى، مما سيكون شادي رياض هو الأنسب لهذه المهمة. وفي المقابل من المتوقع أن يشهد المنتخب المغربي انضمام المجموعة الشابة، حيث يتعلق الأمر بكل من إلياس أخوماش لاعب خط الوسط الذي سيكون بديلا لحكيم زياش
وقد يكون أساسيا منها. زكريا الوحدي المدافع الشاب الذي يتميز بالقوة البدنية والسرعة، والمهدي بوكامير لاعبي واعد قدم أداء ثابتا في أولمبياد باريس. كما من المتوقع أن يعود عبد الكبير عبقر إلى صفوف المنتخب، خصوصا في ظل أنه سيكون البديل لشادي رياض. بسط كريم تلمساني مدرب صفيا البقالي التضحيات التي قام بها الأخير من أجل التتويج بالذهبية 3000 متر موانع ضمن دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. قال التلمساني في تصريحات لوسائل الإعلام بعد الوصول لأرض الوطن: سعداء بالتتويج بالبقالي بعد تحقيقه الذهبيتي بطولة العالم والأولمبياد. هذا لم يأتي بصدفة بل بالعمل والتخطيط المحكم، حيث وصل قائلا: منذ فوزنا بالذهبية أخذنا على عاتقنا تخطيط الفوز بذهبية باريس السنة المقبلة. سننافس على الذهبية بطولة العالم ثم سنجهز للأولمبياد، حيث أكمل قائلا: لا يمكن تجهيز البطل في عام أو عامين بل في 7 أو 8 سنوات، وثقتنا في البقالي حققناها ببطولتين وأولمبيتين عالميتين. حيث اختتم حديثه بالقول: البقالي خصص حياته كاملة للألعاب القوى، وأضحى غير مسموح له بالخطأ أو الخروج، والحمد لله جنى ثماره، وإن شاء الله خير في المستقبل. أبدى اللاعب المغربي يحيى عطية الله ظهير الأيسر منضم حديثا لصفوف الأهلي المصري سعادته الكبيرة بالتمام صفقة انتقاله لصفوف النادي الأحمر. قال يحيى عطية الله في تصريحات لموقعه الرسمي: إن ارتداء قميص النادي القرن الإفريقي شرف لأي لاعب، وأنه لم يتردد للحظة في الموافقة على الانضمام للأهلي رغم تلقيه العديد من العروض خلال الفترة الماضية. أضاف أنه وافق على الانتقال للفريق فور تلقيه اتصالات مباشرة من أمير توفيق مدير التعاقدات للنادي، وأوضح أن المفاوضات تمت على الفور ولم يتم استغراق الكثير من الوقت لإتمام هذه الصفقة. قبل ما نبداو ما تنساش تشترك معنا في القناة وتفعل زر الجرس باش يوصلك دائما